اهلا وسهلا متتبعين ديالي، مرحبا بكم مره اخرى في قناه عالم جميله السوسيه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده. غادي نحضر معكم الصلصه ديال الطماطم اللي كنحضروا في البيتزا، المهم اللي تنصايبوا بها البيتزا واللي تنصايبوا بها الحريره المغربيه الحامضه. هاد الصوص ديال الطماطم كتجي غزاله وكتجي رائعه، كتجي خاتره، والبنه فيها يا سلام. عرفتي الا حضرتي بها الحريره ولا البيتزا كتجي توب 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 توب. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وكيف العاده ما تنساوناش من لايك ديالكم وتعليقكم وحفيزه، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا. طريقه التحضير: هنا ان شاء الله عندي واحد 3 كيلو ديال المطيشه، تكون ديك مطيشه طيبه وحمراء على حقها وطريقها. انا غسلتها مزيان، رقدتها في الماء والخل واحد المده ديال ساعتين، وغسلتها مزيان حتى تنقات وصافي. كنجي هنا كنقطعها على جوج كيف ما تيبان لكم في لا فيديو، كنحاول انني نحيد لها ديك الزريعه الدخلانيه وداك الماء ديالها، والطنجره حطاها حدايا كنرميها فيها، وكذلك كنحيد داك العريش الخضر اللي تيكون فيها. وغادي نقي هاد المطيشه ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه ان شاء الله. هنا راني لقيت المطيشه ديالي كلها كيف ما كتلاحظوا، حيدت لها ديك الزريعه كلها وداك الماء اللي فيها، وغادي نديها دابا فوق البوطه العافيه مهيله ومع التحراك المستمر حتى ديك المطيشه كتطلق ليا الماء ديالها وكطيب غير في الماء ديالها وكتهرى غير في الماء ديالها. وكيف ما قلت لكم دائما مع التحريك المستمر كنطلع ديك المطيشه اللي كتكون لتحت كنطلعها للفوق، واللي كتكون للفوق كنحاول انني نهبطها لتحت. كنستمر على هذه الطريقه هذه مره كيف ما قلت لكم، تنحركها حتى المهم حتى كتطلق داك الماء ديالها وكطيب في داك الماء ديالها. كيف ما تيبان لكم هنا راه المطيشه ديال طلقات الماء ديالها، وكنحاول انني نمعكها المهم بالمعلقه ديال الخشب، انني كنبقى نحرك فيها مزيان وكان نمعكها مزيان كيف ما تيبان لكم في الفيديو. كنستمر على الطريقه هذه حتى كتبان لينا مطيشه كلها دابت وانها طابت. هنا كيف مطيشه وجدات طابت على حقها وطريقها. كنحاول انني كنطحنها في طحانه مونيليكس او لا في الهاشوار، ولا المهم اي طحانه عندكم، او لا غير طحانه ديال اليد ديال المطيشه المعروفه عندنا هنا في المغرب، ديك الطحانه ديال الحمراء. هنا ملي كنطحنها وهي سخونه، وكنصفيها بواحد الصفايه، يعني كتصفى من داك كاع دوك الجلوف ديال المطيشه او لا شي زريعه الا بقات فيها. المهم كنصفيها كاع من دوك الشوائب كيف ما تيبان لكم في الفيديو. انا كنطحن وكنصفي حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي، وغادي نكملوا الوصفه ان شاء الله. تبعوا معايا الفيديو باش نكملوا الطريقه ديال التحضير.
هنا كيف ما كتلاحظوا راني صفيت ديك المطيشه ديك لاصوص ملي طحنتها. كتلاحظوا راه داك الجلوف وديك الزريعه اللي كتبقى فيها يعني تصفات على حقها وطريقها. كيف ما كتلاحظوا راه هي هذيك، ورجعتها لنفس الطنجره. دابا غادي نزيدو عليها المنسمات باش غادي نكهو هاد لاصوص هادي، يعني المنسمات اللي غادي نستعمل. هنا عندي واحد 5 فصوص ديال الثوم، يعني 5 د الفصوص كنخليهم بالجلوف ديالهم. عندي هنا واحد الربطه ديال القزبور والمعدنوس، وعندي عواد ديال الكرفس. العواد ديال الكرفس كيجي واحد البنه في هاد لاصوص غزاله بزاف. وهنا بالنسبه للتوابل غادي نحتاج، عندي سكنجبير، التحميره ولا الفلفل الاحمر، عندي قزبور يابس، عندي الخرقوم البلدي، عندي البزار والملحه. هادشي اللي تنستعمل في التوابل. بالنسبه للزيت عندي هنا الخليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون غالب. ممكن انكم تستعملوا غير زيت الزيتون، كتعطي فيها داك زيت الزيتون كتعطي البنه بزاف في هاد الصلصه. صافي كنرمي كامل هذوك المكونات. لحقيتاش غادي نعاود نرجع هاد المطيشه انها تغلى تقريبا واحد نص ساعه فوق، يعني فوق البوطه حتى كتعقد نيت مزيان. صافي بالنسبه سميتو الطريقه ديال الاحتفاظ، انا راه ملي كطيب كنخليها حتى كتبرد وكنقسمها في بلاستيكات، كنديرها في يعني في المجمد. وقت ما احتاجيت انني ندير الحريره المغربيه، الحريره الحامضه، كنجبد يعني البلاستيكه. او لا وقت ما بغيت ندير البيتزا كنجبدها وكنديرها في واحد الكاسرونه حتى كتطلق ليا ديك لاصوص، وكنستعمل يعني كنستعملها في البيتزا ولا الحريره. يعني هي متعدده الاستعمالات، ممكن ان نستعملها في لي غراتان، في لي بات، بزاف د الحوايج. يعني هاد لاصوص هادي راه كتجي خاطره وكتجي غزاله وكتجي بنينه. كنتمنى هاد الوصفات تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وعافاكم، ما تنسوناش من لي لايك، تشجيعاتكم راه كتهمنا بزاف. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.